الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين، والسلام عليكم أعزائي المشاهدين. أهلا وسهلا بكم في قناتي فاتيز وورد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. فضمن الحلويات التقليدية البلدية، اليوم قررت نشارك معكم هذه الحلوة اللي سهلة وبسيطة بزاف. حلوة المربى، حلوة الكوفيتير أو الليمون. كتجي بنينه صراحه وسهله في التحضير وما كتاخدش منا بزاف المقادير. ان شاء الله تابعوا الفيديو حتى الاخير باش ما تدوزكم حتى شي حاجه وتشوفوا طريقه تحضير هذه الحلوه. هذه راها سهله وكتستحق التجربه. صراحه هاد الحلويات هادو اللي كنا كنديروا زمان وكانوا بنان وليهم همه وشان صراحه. كيف كيقول المثل، جديد ليه جده والبالي لا تفرط فيه. راهم كيجيو رائعين. كنتمنى ان شاء الله ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب باش يوصلكم ديما الجديد وتفعيل الجرس. وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، والناس اللي جداد كيف ما ديما كنقول لهم مرحبا والف مرحبا. ما نطول شيء عليكم، ان شاء الله ندوزو على بركه الله نشوفوا كيفيه تحضير هاد الحلوه هذه. وهنا في هاد القصريه ديالي غنحتاج كاس ونص ديال السكر كلاصي، غنحتاج زبده دايبه بحراره المطبخ، غنحتاج قبصه ملح، وغنحتاج خميره، جوج بيضات وجوج حامضات معصرين ومحكوكين. غناخذ القشره ديالهم والماء ديالهم، وغنحتاج المربى سائل وشويه ديال بيض البيض للتزيين، وغنحتاجو الطحين ديالنا باش نجمعو الخليط، طحين دقيق الفورس. هنا في القصري ديالنا غنحطو الزبده كيف ما ديما. ملي كتكون عندنا الزبده كنحطو الزبده والسكر دائما هما الاولين نحكوهم مع بعض. كاس ونص تقريبا مع عامرينش ديال السكر كلاصي. انا فضلت هاد الحلويات هادو، فضلت ندير ليهم السكر كلاصي لانه كيدخل بسرعه مع الزبده وكينسجم وكيولي كريمي بسرعه احسن من السنيده. اللي ما عندوش يحاول يدير السكر سنيده اللي تكون رقيقه بزاف ما تكونش غليظه. غنزيد القبصه ملح ونبدا نحك الخليط ديالي بكف اليد حتى يولي كريمي كيف ما كتشوفوا هنا في الفيديو. كنحك العراصير مزيان بكف اليد حتى كتنسجم مع بعضياتها وكتولي كريميه. من بعد غادي نضيف جوج بيضات ونخلط مزيان. هادوك جوج بيضات ينسجموا مع الخليط. انا لاحظتوا ديما كنخدم بكف اليد وصباعي باش كنكون كنحك الخليط تحت يدي وفي نفس الوقت كنضربه كينسجم مع بعضياته. كيف ما قلت لكم، اللي عنده الماكينه وبغى يستعمل الماكينه ما بغاش يدير بيديه فليه الاختيار. انا حبيت هاد الحلوى البلديه نخدمهم كيف ما كنا كنخدموهم زمان ملي ما كانش عندنا الماكينه، كنا كنخدمو غير بيدينا. كنبقى هكذا مكمله. الا لاحظتوا راه كندير حكه وتضريبه باش ينسجم داكشي كله مع بعضياته. من بعد كنضيف القشره ديال الحامض، وكنضيف الحامض، الليمون، العصير ديالو راه كيجي رائع. واحد المذاق واحد الريحه ديال الليمون في هذه الحلوه هذه ما نقول لكمش. هذه بصراحه اللي عشاق الليمون الحامض، اللي ما عندوش معاه ما كنظنش غادي تعجبه، ولكن اللي عشاق الليمون الحامض هذه الحلوه هذه راها رائعه. كتجي بنينه واحد المذاق ما نقول لكمش عليه. كنبقى كنضيف الطحين بشوي بشوي حتى كينسجم ليا الخليط ديالي، وكنحصل على عجينه متماسكه كيف ما كتشوفوا. ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه كتلصق في الايد، كتكون في المستوى باش نعرف نخدم بها. ها هي كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام اللي بغينا. كتكون رطبه، عجينه رطبه ما قاصحاش. كنغطيها بلاستيك دائما، وكنجيب هذا الطابع هذا. باقي عاقلين على هذا الطابع شنو كنا كنسميوه؟ يلا قولوا لي شكون اللي باقي عاقل على هذا الطابع اشنو كان سميتو؟ كانت عنده واحد السميه اخرى كنا كنقولوها. اللي عرف السميه يكتبها لي في الكومونتير. كندير العجينه على قريصه هكذا وكنطلقها على سطح العمل غير بشويه بالمدلك
ما كنرققهاش بزاف، كنكملها بيديا وكنبدا كنطبعها بهذا المطبع هذا. كيف ما كتشوفوا درت له واحد شويه ديال الطحين وسستو باش ما يلصقش، ولكن الصراحه ما لصقش لان العجينه فيها الزبده جاتني مزيانه. ها هو الشكل ديالو كيف ما كتشوفوا. غادي نستف هاد الحلوى هذه فوق الطاوه ديالي ونبدا نفتح كره اخرى. صراحه انا لاحظت بان هاد الحلوى هذه جاتني الحجم ديالها كبير شويه. انا هادو اللي حطيت خليتهم كندير لهم واحد تقيبه الوسط، غنوريكم شنو غنديروا من بعد. وقررت انني نستعمل هاد المطبع الثاني صغر من هذاك الاول اللي كان عندي. بغيت الحلوى ديالي تكون صغيره شي شويه وبدلت درت هذا المطبع هذا وبديت كنطبع به الحلوى ديالي. كتجي الحجم ديالها صغير كيف ما كتشوفوا، جا صغير شويه على الاول. وبديت كنستف في الطاوه وكندير ليها تقيبه في الوسط بصباعي، غير بصبعي هكذا بشويه كندير هذيك الحفيره الوسط. صافي من بعد ملي كنسالي كلشي كناخذ هذاك بيض البيض ديالي وكندهن به الحلوى ديالي كامله من الفوق. هذاك بيض البيض انا خلطته مزيان ودرت ليه واحد نقيطه ولا جوج نقيطات ديال المزهر غير باش نتلف الزفوريه ديال البيض. من بعد ما دهنت الحلوى ديالي كلها خديت هذاك المربى الكوفيتير معلقه صغيره وبديت كنعمر هذوك الحفيرات اللي درت ديال الحلوى حتى كملتها كلها. من بعد شعلت الفران سخنته على 300 وحطيتها الفوق وخليتها على خاطرها كطيب. ها هي كيف ما كتشوفوا حتى الذهبات بدات كتاخذ هذا اللون هذا. ما كنخليش الحلوى تحمر بزاف، هي كتبدا تذهب وكنخرجها من الفران. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي رائعه ملي قسمتها رطبه وداك المربى والكونفيتير بدا سايح على الجوانب. صراحه جوعتني وانا كنت صايمه، ما نقول لكمش راه جات رائعه وبنينه كتستحق التجربه صراحه. غير جربوها ما غتندموش. الفيديو ديالنا وصل للنهايه ديالو، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه ويكون عجبكم. وما تنسونيش كيف ما ديما بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. وكنتمنى تكونوا استمتعتوا معايا بهاد الحلوى البلديه. وهاد الحلوى البلديه راها ماشي غا وحده ولا جوج ولا ثلاثه، راها كثيره بزاف بزاف وشي حوايج اللي غبروا ما بقاوش كيبانوا. انا حبيت نشاركهم معكم ونعاودوا نحييو ايام زمان، الزمن الجميل اللي كانت فيه البساطه والبراءه. الفيديو وصل للنهايه ديالو، كنقول لكم مع السلامه وفي امان الله.